السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي وحشتوني جدا. بصوا بقى، انا كنت تعبانة شوية وما زلت والله العظيم عندي دور برد جامد جدا، فدعواكم بقى. فانا طبعا قلت بما اني تعبانة عايزة اكلة تبقى سهلة كده. لقيت عندي لحمة مفرومة في التلاجة، قلت اطلعها واعملها لهم كفتة جنب حبة بطاطس وسلطة الطحينة. قلت يلا بقى اتشجع واطلع اعملها معاكم. انا عندي نص كيلو من اللحمه، حطيت عليها 4 بصلات. بس ال4 بصلات دول اخدت كبشه كده منهم. صفيت منهم حبه الميه وقمت مرجعهم تاني على البصل. يعني اخدت الميه وقمت مرجعه الباقي. وجبت نص رغيف من العيش البلدي بتاعنا العادي جدا، كنت نقعاه بالميه مبوشاه. قمت حطاه على اللحمه، بس طبعا مصفياه كويس جدا من الميه. وقمت جايبه معلقه بيكنج باودر، على معلقه نشا، بيكنج باودر ونشا اوعوا تنسوا، وبياض بيضه، بياض بيضه مش صفار. وقمت نازله عليه ب7 بهارات والملح والفلفل الاسود وبهارات الكفته. عايزه اقول لكم النشا والبيكنج باودر خلوها رهيبه. اتفرجوا على اخر الفيديو وشوفوا. ونزلت عليها كده برشتين من الزيت، وهديها تقليبه كده حلوه حلوه حلوه. عايزه اقول لكم طلعت وهم. لازم تتابعوا اخر الفيديو عشان تشوفوا. هديها تقليبه، وبعد ما اديتها كده التقليبه هقوم حطاها في التلاجة نص ساعة. انا عن نفسي حطيتها بس ربع ساعة ترتاح، لاني ما كنتش فاضية عايزة اخلص. عشان عايزة ايه، والله كنت تعبانة قلت اريح شوية. فانا حطيتها ربع ساعة بس ترتاح. تمام كده. هديها لفتين كده بايديا واقوم عيناها ربع ساعة في التلاجة. طلعتها اهو. هجيب بقى ميه البصل اللي انا عاملاها، اللي انا خدتها من البصل. وعايزه اقول لكم البصل بتحطوه زي ما هو بميته بحاجته، بصوا، على ضمانتي. الكفته دي امشوا كل تكاتها باللي انا عاملاه، وعلى ضمانتي هتدعوا لي. عارفين يعني ايه هتدعوا لي؟ اهو. جبت صينيه اديتها رشه كده من الزيت عشان الكفته بس ما تلزقش فيها. وقمت جايبه بقى ايه معلقه اللي هم دول بتوع الشيش طاووق دول، جبت 2 منهم. وصبعت عليهم الكفته. مين يقول يا ولاد ان اللي قدامكم ده نص كيلو من الكفته؟ والله اكلنا وشبعنا وفاض. لاني ما شاء الله الله اكبر، الصابع مليان جدا. يعني الصابع مش صغير، لا، يعني اللي اكل واحد اكل التاني بالعافيه، لان الصابع كبير. وهتصبعي بقى كده بالشيش كده زي ما انتوا شايفين. شايفين اهو. وهتاخدوا من الطبق تحطوا في البصل في الكفتة. تاخدوا من الطبق بتاع مية البصل ده، هتحطوا فين؟ في الكفتة. وتصبعي. تمام تمام. اهو شايفة. وتحطي بقى في الصينية. وعودوا نفسكم يا جماعة كده ايه، جربوا الحاجة والله بتطلع حلوة قوي، بتطلع جميلة. احنا مش عارفين اللي بره عمالين ايه، غسلوا ايديهم، غسلوا، خلوا حاجات اللي بره دي لما تكوني مضطرة. طبعا لو عندك الشبكة اللي هي بتاعت الشوي الصغيرة ديت، لما بتتحط بتبقى حلوة. بس للأسف أنا عندي والله الكبيرة، فالكبيرة اللي عندي دي مش بتتحط في الفرن. عايزة أجيب بقى الصغننة، عشان لو كانت موجودة أنا كنت أحطها بقى عليها. بس إن شاء الله بإذن الله ناوي أول ما أنزل هجيبها، لأن الكبيرة دي اللي بتبقى بشوي بيها بره، فمش ما تنفعليش في البيت. بصوا بقى، اللهم بارك ما شاء الله. شوفوا نص كيلو عمل بقى قد إيه. عايزه اقول لكم يا جماعه يا جماعه، الكفته في البيت ملهاش حل. والله لو كنت وديتيها بره تعمليها مش هيطلع معاكي الكميه دي، ولا الصباع يبقى بالمنظر ده. جبت نص كوبايه من الميه بقى اهو، واحطها على نار هاديه. زي ما انتوا شايفين كده، نار هاديه كده. ما خدتش مني فوره اهي. ما شاء الله الله اكبر، ما شاء الله الله اكبر، فظيعه فظيعه فظيعه. بص الصوبه، اقسم بالله ولا اتحطت في فرن ولا اتحطت في شوايه، من الصينيه عليكو. بصوا اللون. يعني اي حد هيشوفها يقول لك ايه، ايه ده، إيه انت حطيتيها تاخد لون في الشوايه؟ والله ما حطيت. إيه الطعم يا جماعه. كانت يا لهوي بقى مع البطاطس وسلطه الطحينه، كانت تضرب نار. والعيش بقى، هي كان ناقصها حبه خضره بس انا ما كانش عندي، بس مشيت الليله. الكفته كانت جامده فعلا، كانت عاوزاكم جربوا الطريقه ديت هتعجبكم. تنسونيش بقى، بقول لكم انا ايه، تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو بينكم كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.